تحت الحشارات كشح مطرف الآدم وراودته الجبال الشام من تهفين عن نفسه فأراها أيام شممه وأكد سوده فيها ضرورتها إن الضرورة لا تعدو على وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرف ومن عجم نبينا الأمين نهي فلا أحد عبر في قولنا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم دعا إلى طائفة مستمسكون بحبل غير مقاصد فقال فينا في خلق وفي خلق ولم يزالوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهما من نقطة علم أو من شجرة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيب البارئ النسم منزه عن شريك بمحاسنه فشهر الحسن فيه غير منتصم تمتعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت هباء وداكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من إثم فإن فصل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطقا في فمه لو ناسب له آياته إظما أي اسمه حين يولد رسال الإمام لم يدحنا فيما فيا العقول بها إصاء ليا فلا أرصف ولم نهما أي الوهى فهم ما له فليس يرى في القاف والبعث فيه غير من فهم كالشمس تظهر للعينان في البعد صغيرة وتكي خطاف من أمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وآله وعلى أصحابه سعداء أولي الهدى والتقى والمجد والكرم اشتكى قدما الدار من ورم وشد بساغ به نشاء وطوى تحت الحشارات كشح مطرف الآدم وراودته الجبال الشام من تهفين عن نفسه فأراها أيام شممه وأكد سوده فيها ضرورتها إن الضرورة لا تعدو على وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من
الهاشمي نبينا